قضية مخلة بالآداب أنهت مشوارها الفني، تزوجت وهاجرت خارج البلاد. لها قصة مثيرة مع سعاد حسني، الفنانة روعة الكاتب التي اختفت في ظروف غامضة. الفنانة روعة الكاتب اسمها الحقيقي رانيا كمال، ولدت في 5 مارس عام 1960 بالقاهرة، وكانت بداية مشوارها الفني من خلال سهرة تلفزيونية بعنوان وهان عليك الحب، لتنطلق بعدها نحو مسيرتها الفنية بعد أن لفتت أنظار المنتجين والمخرجين لها في فترة بداية الثمانينات. وزع صيت الفنانة روعة الكاتب، فقدمت عدة أعمال سينمائية، حيث أنها بشرت بمولد نجمة جديدة. شاركت الفنانة روعة الكاتب في عدة مسلسلات، منها الضباب، أيام العذاب، لتنتقل بعدها إلى السينما، حيث شاركت في العديد من الأعمال، من أبرزها الناس الغلابة، شباب لكل الأجيال، الاتهام، عبقري على ورق الدمغة، عودة الماضي، وغيرها من الأعمال. وتميزت روعة الكاتب بجمال لافت وأنوثة طاغية، ورغم ذلك لم تدخل دائرة الإغراء، وهي الأدوار التي كانت طاغية في تلك الفترة، والتي ضمت العديد من نجمات الفن أمثال سهير رمزي وميرفت أمين. روعة الكاتب من الوجوه التي برزت في الثمانينات ويتذكرها الجمهور في شخصية كاميليا، خطيبة عادل إمام، التي أنقذته من سهير رمزي في فيلم الرجل الذي فقد عقله، مع إكرامي وفريد شوقي وكريمة مختار. كما وقفت روعة الكاتب أمام الفنان نور الشريف في شخصية مهلبية، التي جسدتها في فيلم المطارد، الذي يحكي عن زمن الفتوات، وهي الفتاة التي تقتل نكاية في خطيبها. كانت الفنانة روعة الكاتب تشتكي من سحب الأدوار التلفزيونية منها قبل بدء التصوير بساعات قليلة. قالت روعة الكاتب في حوار أجري معها سنة 1986 أن هناك أيادي خفية تحاربها، خاصة في التلفزيون، ولكن الأمور كانت جيدة معها بالسينما. وقالت: سعيدة بدوري في فيلم المطارد. ثم أضافت أنها لا ترتبط بصداقات من الوسط الفني، وبعيدة عن الشلالية، لذلك لا يوجد أحد يدافع عنها عندما تسحب منها الأدوار، خاصة في التلفزيون، فتضيع مني تباعا. وقالت أن المسؤول عن ذلك هو التلفزيون، فهو يدخل منازلنا ويقدم لنا ما أراد من النجوم. عرض على الفنانة روعة الكاتب دور الفنانة سعاد حسني في فيلم الكرنك، لكنها رفضته، وفي حديث صحفي لها قديم أكدت أنها بعد رفضها فيلم الكرنك ندمت كثيرا، وتمنت لو عادت الأيام لكانت قبلته. وفي عام 1988 توقفت الفنانة روعة الكاتب عن التمثيل، وذلك بعد أن اتهمت بقضية خرجت براءة منها، لتقرر بعدها ترك العمل الفني والهجرة من مصر. أخبار تداولت عنها أنها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخبار أخرى تداولت مؤخرا أنها تزوجت ثري عربي تعيش معه في الكويت حاليا. وكان آخر ظهور فني للفنانة روعة الكاتب دورها في فيلم الجدعان الثلاثة عام 1988.